بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نبارك للأمة الإسلامية عموما ولأهلنا في بلدنا الحبيب خصوصا حلول شهر رمضان المبارك، وإننا إذ نبارك لهم حلول هذا الشهر العظيم نعلن لهم اليوم انطلاق حملة دعوية ترعاها وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية تحت عنوان رمضان النصر فجر تاريخ جديد. نعم، لقد أشرق على الشام فجر تاريخ جديد تخلصت فيه من هذه الطغمة الفاسدة التي جثمت على صدر الأمة لعقود، وكانت سدا منيعا في وجه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن هذه الحملة تركز على محاور عدة، لعل أبرزها التآلف والانسجام بين شرائح المجتمع لنبني سوريا من جديد كما يريد ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. ثم نشكر الله عز وجل على هذه النعمة المباركة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا فأتم نصره، ونسأله تعالى تمام التمكين. كما ينبغي أن ننوه ونؤكد على أننا في وزارة الأوقاف نيسر العمل أمام الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الراغبين في الدعوة إلى الله عز وجل تحت هذا المسمى الذي أطلقته وزارة الأوقاف. وإن هذه الحملة ستعم أرجاء البلاد بإذن الله عز وجل، فتدخل كل مسجد وجامعة وحي ومدرسة وبيت مسلم بإذنه تعالى، لأن الدعوة إلى الله عز وجل فرض فرضه الله عز وجل وميزة ميز بها هذه الأمة، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. والخيرية التي أرادها الله عز وجل في هذه الآية إنما هي بسبب الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نبارك لكم مجددا حلول هذا الشهر العظيم، وندعوكم لأن تكونوا معنا في صف الدعاة إلى الله عز وجل.